أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنعمل فيه أكلة سريعة جدا طعمها حلو كمان موفرة بمكونات كلها في البيت. أول حاجة هجيب الفلفل الألوان هقطعه مكعبات صغيرة، أي فلفل متوفر عندنا، يعني احنا مش شرط يكون فلفل ألوان، لو هو غالي علينا ممكن نستغنى عنه ونستخدم الفلفل الأخضر العادي. هجيب بصلاية حجمها يكون متوسط هقطعها برضو مكعبات صغيرة قوي، بحاول ان انا افرمها عشان تكون صغيرة. هجيب صدر الفرخة هقطعه مكعبات برضو صغيرة، ما يبقاش برضو حجمها كبير عشان لما اجي اسويها ما تاخدش معايا اي وقت. ده الحجم المناسب بتاعي هيكون بالطريقة دي. بعد كده هجيب طاسة على النار وهحط فيها شوية زيت حلوين مع سمنة. يا ريت تكتروا من السمنة علشان الأكلة دي يكون النكهة بتاعة السمنة واضحة فيها. أول حاجة هضيف فيها صدور الفراخ اللي احنا قطعناها مكعبات، وهخليها ان هي تتشوح حلو جدا، ما خليهاش تتحمر بس اللي هي تتشوح، هي طبعا مش بتاخد معايا وقت، ما حطيتلهاش اي توابل. بعد كده هجيب البصل اللي احنا قطعناه وهضيفه عليها بالطريقه دي. اول ما يبدا ان هو يدبل، يعني الاقي الريحه بتاعه البصل طلعت، هضيف عليها الثوم وهدي برضو تشويحه كده لحد ما الاقي ان ريحه الثوم بدات ان هي تطلع. اخر حاجه هضيفها الفلفل الالوان وهوطي النار وهقلب كل المكونات لحد ما الاقي ان الفلفل بدأ ان هو يدبل وكده خلاص. هضيف شوية توابل، حطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا. الاكلة دي مش بتحتاج توابل كتيرة. ده شكلها خلاص، هي كده استوت، هركنها على جنب بقى. هجيب حلة وهحط فيها مية ومعلقة كبيرة من الملح وهضيف فيها المكرونة وهقلب واخليها ان هي تغلي او تستوي 3/4 سوا، انا مش حباها ان هي تستوي سوا كامل. بعد كده هنعمل البشاميل معانا. بجيب لبن 1.4 كيلو لبن وهضيف عليهم كوبايتين، يعني معلقتين كبار او 3 معالق كبار من الدقيق ومعلقة كبيرة من الزبدة، وهقلب كل المكونات الاول على البارد لحد ما الاقي ان الدقيق بدأ ان هو يعني يدوب خالص. ليه انا بعمل الطريقة دي؟ ده يعني انسب طريقة ولا انجح كمان طريقة بيتأكد لي ان الصوص بتاع البشاميل بتاعي مش هيكلكع، الدقيق بتاعي مش هيعمل كلاكيع، ان هو هيبقى مظبوط جدا. لو متوفر شوية جبنة موزاريلا او جبنة رومي ممكن نضيفها مع البشاميل بالطريقة دي. ده هيكون القوام بتاع البشاميل، شايفين مفهوش اي كلاكيع، الصوص بتاعي حلو جدا. هضيف عليها المكرونة وهقلب بالطريقة دي، انا عايزة الصوص بتاعي يكون اكتر من المكرونة، وهضيف عليها الخليط وهقلب بقى كله مع بعض علشان لما اجي اكل احس بطعم الفراخ مع المكرونة. اكلة سريعة جدا جدا وكمان هتدفينا في الشتاء. هضيفها، هجيب اي صينية وهضيفها يعني فيها كل الخليط اللي احنا عملناه، وخليت شوية صوص بشاميل على جنب كده هضيفها من فوق. واخر حاجة شوية جبنة رومي مبشورة لو متوفرة، جبنة موزاريلا اي متوفر، يعني اي جبن، او ممكن نحطها كده عادي مفيش اي مشكلة. وهتدخل الفرن على درجة حرارة عالية ما تاخدش اي وقت. دي شكلها بعد ما طلعت حلوة جدا جدا جدا. اتمنى فعلا تجربوها، ولو اول مرة تشوفوني متنسيش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة، واشوف وشكم بخير. باي باي.